أعزائي، اليوم نتكلم عن سحب البيض من تحت أنثى بشكل يومي ونرجعها رابع يوم أو خامس يوم. يكون أحسن شيء خامس يوم، لأن إذا الأنثى باضت بيض الخامس نرجع الطيور كلها مع بعض. طبعا هاي اللي عندي 2 درج، وأكتب مثلا رقم القفص. هسه هاي الأنثى رقم القفص 2. أهم شي لما ناخذ البيض لازم ناخذها بحذر شديد جدا جدا، بحذر شديد، ولازم أن نمسكها بهذا الشكل كما ترون. نمسك البيض بهذا الشكل وناخذها بكل حذر، نضعها كما ترون بهذا الرأس أو هذا الشكل. نضعها بالخليط البذور بهذا الشكل، وإذا وضعته بهذا الشكل أيضا لا يوجد بها أي مشكلة، يعني بهذا الشكل. بس لازم يوميا تغير الاتجاه البيض بهذا الشكل. بس إذا خليناه يعني يكون الجزء هاي جزء تحت واللي بها النقط فوق بهذا الشكل، وهذا البيض البلاستيكي ناخذها ونضعها مكان البيض الأصلي بهذا الشكل. وهكذا بشكل يومي نأخذ البيوض ونأتي مثل ما قلنا. نأخذ ورقة هاي الرقم 2 واكتب 2 واخليها هون حتى اعرف هاي للقفص 2. اهم شيء اخواني اللي لازم نحذر منه، اكو خيط اللي اكو بالبيض اذا شفناه يعني بشكل مجهري، اكو خيط موجود بالداخل، خيط يعني يكون مثل الشعر. يعني هذا الخيط إذا استعملناه وحركناه يعني إذا حركناه بشكل خاطئ هكذا أو هكذا، يعني حركناه، يمكن هاي الخيط ينقطع. وإذا انقطع هذا الخيط اللي موجود بداخل البيض اللي بين الكروموسوم أو اللي ملقح البيض، إذا هاي الخيط انقطع خلاص البيض تصبح فاسد. ولهذا السبب نمسك دائما، نطلع البيض بهذا الشكل نمسكها، وأمل ما نجي المكان اللي نريده نمسكها بهذا الشكل كما تلاحظون. يعني أنا نمسكها بهذا الشكل أول مرة وأجيب بأصبع الآخر وخليها حتى أأمن إن البيض لا ينكسر. طبعا نحن نستعمل يدين، بس أنا بإيدي الأخرى الكاميرا ما أقدر يعني أسويها بإيدين. أمسك البيض بهذا الشكل كما ترون، هذا البلاستيكي، وأضعها بالخليط بذور الكناري بهذا الشكل. أسد الدرج ونعمل نفس العملية بشكل يومي حتى تخلص البيوض، وبعدها نرجع البيوض إلى مكانها. وهكذا يعني يكون البيوض 5 أو 4 نضعها بنفس اليوم وتفقس أيضا بنفس اليوم. ودائما مثل ما قلنا أحسن شيء يكون بالصباح الساعة 8 9 حتى تفقس البيض أيضا بنفس الوقت. وشكرا.